جنة، رؤى، عبير، عمر. بتعملي ايه بالفلوس دي كلها؟ بشوف معايا كام. دي كل الفلوس اللي في حصلتي. مريم اشترت مقلمة جديدة جميلة، عايزة اشتري واحدة انا كمان، لكن الفلوس اللي معايا مش كفاية. ايه رأيك نبيع شوية حاجات من الحاجات اللي مش بنستخدمها؟ لو بعنا شوية حاجات قديمة من عندنا ده ممكن يزود فلوسك. انا هشترك معاكي. فكرة حلوة. المشكلة الوحيدة اني ما عنديش حاجات ممكن ابيعها دلوقتي. السلام عليكم. ازيك يا بابا؟ وعليكم السلام يا عمر. جبت ايه معاك؟ ده قفص برتقان بلدي، جبته من زميلي في الشغل. بيزرعوا برتقان في الأرض بتاعتهم والمحصول كتير قوي السنة دي، عشان كده وزع علينا في الشغل. ده برتقان كتير، بس شكله برتقان حلو بصراحة. واحنا هنعمل ايه بالبرتقان ده كله؟ ممكن اعمل لكم مربى برتقان. لا أرجوكي. انا مش بحبها. بصراحة وأنا كمان مش بحب مربى البرتقان قوي. خسارة. أنا عايزة عصير برتقان. انا ممكن اعمل لك عصير برتقان حالا. احسن عصير بيكون العصير الفريش اللي لسه معصور. الله، لذيذ. ممكن كوباية عصير برتقان ليا؟ ايوه طبعا ممكن. الله، لذيذ قوي. البرتقان استوي قوي، لازم نخلصه بسرعة قبل ما يبوظ. طعمه حلو. عندي فكرة، ممكن نبيع عصير برتقان فريش في الشارع. اللي عايز عصير نعمل له كوباية طازة. أيوة، نبيع ونكسب فلوس. مظبوط، ممكن نعمل كده. رأيك ايه يا عمر؟ مفيش مانع عندي، أو نستفيد من البرتقان بدل ما يبوظ. خلاص ممكن تعملوا كده. لما كنت صغيرة كنت أنا وأخويا شريف بنبيع المهلبية للناس في الجنينة بتاعتنا. وعرفتي تبيعي أي حاجة؟ أيوة بعت شوية، كان وقت ممتع بجد. رائع، يا رب نعرف نبيع احنا كمان. لكن هنحتاج لكشك ظريف. عندك حاجة ممكن نعملها كشك يا بابا؟ هنكون محتاجين مكان نبيع فيه. طيب خلوني أشوف في البدروم كده. وأنا هجيب أقلام التلوين الكبيرة. إيه رأيكم في ده يا بنات؟ ده كويس قوي. ممكن تفتح لنا فيه شباك؟ أيوة ممكن أعمل كده. كمان هتحتاجوا ترابيزة صغيرة علشان تحطوا عليها العصير. أيوة طبعا. أقلام التلوين يا جنة. دلوقتي هنرسم كل حاجة. شكله جميل قوي. وهنحط كمان السعر على جنب هنا. هنبيع كوباية العصير بجنيه واحد بس، عشان يبقى سهل نحسب. بس بعد كده هنقسم الفلوس ما بيننا. أيوة طبعا، هنقسمها النص بالنص. تعالي هنجهز كل حاجة. الأحسن نحط حاجتنا كلها على الرصيف. كويس قوي، كده كل حاجة هتكون جاهزة. الكشك راح فين؟ الكشك راح فين؟ هناك اهو، بسرعة. هناك يا رؤى، ده اتبهدل خالص. دي حالته بقت وحشة. أيوة بس لسه نقدر نبيع فيه، مش وحش قوي. ده جميل خالص اهو. يا رب الناس تيجي تشتري مننا. هو ليه مفيش ناس في الشارع؟ كده مش هنبيع حاجة. أنا جوجو جاية. جوجو، ازيكم يا بنات؟ بتعملوا ايه هنا؟ بنبيع عصير برتقان فريش، احنا اللي عاملينه. عايزة كوباية عصير يا أنا؟ دي فكرة حلوة. ايوه طبعا، عايزة كوباية عصير من البرتقان الفريش بتاعكم. هنعملك أحسن كوباية عصير برتقان فريش. رائع. كده الحساب جنيه واحد بس. دول 2 جنيه علشانكم، عشان تنبسطوا. شكرا يا أنا جوجو. ده عصير جميل جدا. انا لازم اقول لجدكم عشان يجي يشتري من عندكم. يا ريت. مع السلامة بقى، ربنا يوفقكم في الفكرة الحلوة دي. مع مع السلامة. كده كل واحدة فينا كسبت جنيه. أيوة، مريم هناك أهي. ازيكم؟ بتعملوا ايه؟ انا شفتكم من شباك البيت. احنا بنبيع عصير برتقان فريش. تحبي تشتري كوباية؟ بس هروح اجيب فلوس من البيت الاول. ماشي. بس يا فيفي، ما تقربيش من البرتقان من فضلك. فيفي تعالي هنا يا فيفي، ما تلعبيش في حاجة حد. ازيكم يا بنات؟ معلش فيفي ساعات مش بتسمع الكلام، انا اسفة.
ولا يهمك. تحبي تشتري منا كوباية عصير برتقال فريش يا طنط سامية؟ ايوه طبعا احب. اتفضلي يا طنط، كده الحساب جنيه واحد بس. حلو قوي العصير ده، طعمه لذيذ فعلا. يلا يا فيفي، احنا لازم نروح البيت. حسن وحسين، تحبوا تشتروا مننا عصير برتقال فريش؟ بكام كوباية العصير؟ بجنيه واحد بس. بس أنا معيش أي فلوس، أنا كمان منعيش. احنا ممكن نديكم كوباية عصير هدية عشان معكوش فلوس. رائع، شكرا ليكي. ممكن نبيع معاكو؟ لا مش هينفع، احنا مش محتاجين حد تاني معانا يا ولاد. احنا ممكن نبيع في الكشك بتاعنا احنا. ايوه ممكن نبيع في الكشك بتاعنا. دي هتكون حاجة حلوة، تعالوا بيعوا جنبنا، بس ما ينفعش تبيعوا عصير برتقال انتوا كمان. اكيد لا، هندور على حاجة تانية في البيت ممكن نبيعها. بص يا حسين، احنا عندنا قهوة كتيرة، احنا ممكن نبيع قهوة. بابا وماما جم معايا، هما كمان عايزين يشتروا حاجة. رائع، اهلا بيكم. أهلا يا بنات. اهلا يا بنات. احلى 3 كوبايات عصير ب3 جنيه بس. واضح ان في كشك تاني. ايوه يا عم، احنا هنبيع قهوة قريب، عندنا قهوة كتير من القهوة بتاعت بابا. هنجهز كل حاجة بسرعة جدا، احنا جاهزين دلوقتي. أنا ممكن أشتري منكم فنجان قهوة، كنت محتاجة أشرب مشروب مختلف. فنجان القهوة بجنيه واحد. طيب حضر لي فنجان من فضلك. شكرا ليك. مع السلامة. حلو قوي الاسم ده، جبتوه منين يا ولاد؟ قطعناها من مجلة بابا. خالو شريف وافق انكم تبيعوا القهوة بتاعته؟ مش بالظبط قوي، حاجة زي كده، اعتبرناه موافق يعني. ده عنده قهوة كتير قوي، مش هياخد باله اصلا ان احنا اخدناها من القهوة بتاعته. هي مكنة القهوة راحت فين؟ ايه التهريج ده؟ سارة، أيوة يا شريف، فيه إيه؟ مكنة القهوة بتاعتي راحت فين؟ وفين القهوة بتاعتي؟ معرفش يا شريف، دي كانت لسه موجودة. عصير برتقال فريش طازة لسه معصور. قهوة سخنة من مكنة قهوة الظابط شريف. كويس اننا ابتدينا نبيع بجد، مش كده يا رؤى؟ كده احنا ممكن نعمل فلوس كويسة تكفي اني اشتري المقلمة الجديدة، وتكفي اننا نجيب فستان للعروسة بتاعتك. لذيذ قوي العصير ده، وطبعا هشتري قهوة كمان. واضح كده ان شريف اداكم احسن قهوة عنده علشان تبيعوها. برافو عليك يا شريف والله. ايوه فعلا. القهوة يا واد. عايز قهوة؟ حالا هتكون جاهزة. فنجان القهوة بجنيه. اخ منكم يا ولاد. بصي يا ماما، في مربعات على الأرض. شكلها كده لعبة جديدة يا رؤى. حطي شنطتك هنا، ممكن تبقي تسألي مس لبنى. مع السلامة يا رؤى. مع السلامة. صباح الخير يا رؤى، احنا هنعمل مسابقة بعد شوية. ازيك يا رؤى؟ تعالي اقعدي جنبي. هو احنا ليه مش كتير النهاردة؟ أيوة فعلا، في جزء من الأطفال بيعملوا مشروع تعليمي، ياه. إنما احنا بقى هنعمل مسابقة النهاردة. عشان كده أنا حطيت المربعات الملونة دي على الأرض هنا. ايوه بقى، المسابقة دي هتتلعب ازاي؟ دي لعبة هنستخدم فيها الزهر. هنرمي الزهر، والرقم اللي هيجي هيكون هو عدد المربعات اللي هنعديها. اللي هيوصل للنهاية الأول هو اللي هيكون فايز. لما بنقف على مربع فيه ورد بناخد وردة، الوردة دي هتتحول لجايزة في الآخر. دي هتكون نقطة البداية، والأحسن طبعا إنكم كلكم تقفوا في طابور. حاضر. لورا، ممكن تبتدي؟ الزهر جه على الرقم 6. 1 2 3 4 5 6. العلامة دي يعني ايه؟ دي خيمة، يعني إنك هتنامي شوية وهيفوت عليكي دور ما تلعبيهوش. ياه. دلوقتي دورك يا حسن. ايوه. 3 1 2 3 مفيش حاجة هتحصل على المربع ده. 5. مفيش حاجة برضو. ياه، 2 بس.
طيارة. انت محظوظة. الطيارة دي يعني تقدري تمشي مربعين كمان يا انجي. أيوة بقى، رائع. أنا دلوقتي في مربع الوردة. عظيم. كده يبقى هتاخدي وردة، احتفظي بيها يا انجي. عايزة وردة أنا كمان. 3 1 2 3. أنا معاك يا حسن. ما ينفعش، أنا واقف على المربع ده، وسعلي شوية عشان أقف جنبك. ما تتخانقوش، انتوا الاتنين تقدروا تقفوا، المكان واسع مش ضيق. دلوقتي دورك يا حسن، عشان لورا ملهاش دور المرة دي. أيوة صح، ده دوري. 5. وسعوا الطريق، أنا هسبقكم كلكم. 1 2 3 4 5. أنا كده متعلق. هو دوت يعتبر مربع؟ ايوه يعتبر مربع. 4. وسعلي بقى يا حسن، أنا هسبقك. ده مربع عليه طبق أكل، يبقى هاكل حاجة ولا إيه؟ ايوه مظبوط. أيوة بقى، أكيد أكل لذيذ. مش عارفة هو لذيذ ولا لأ، ده بونبوني ميزز، اختاري واحدة من هنا. يا خبر، بونبوني مزز، هاخد دي. يا خبر، دي مززة قوي. ياه. 6. انت كده سبقتيني يا انجي. هو ايه ده بقى؟ 4. انا كده واقف على وردة. دلوقتي دوري انا بقى. 5. ياه، دي طيارة. حظي حلو، ممكن اخد خطوتين كمان. 4. وردة. ايوه بقى، انا بحب الورد. 5. علامة استفهام، يعني ايه دي بقى؟ كده عليكي أمر، اسحبي الأمر بتاعك، اعملي تمرين الضغط 3 مرات. تمرينات الضغط دي صعبة قوي. رائع. دلوقتي دور انجي. رقم 6 مرة تانية. رائع بجد. انا كده هسبقكم كلكم. 2. معنى كده اني هاكل من بونبوني ميزز. ده طعمه وحش قوي. ما تاخدش اللي لونه احمر، طعمه وحش قوي. هاخد اللي لونه اخضر. يا خبر، الاخضر برضو طعمه وحش قوي، ميزز جدا. حاسس اني اكلت ليمونة بقشرها. 4. 3. يعني ايه مربع ده يا مس لبنى؟ انت محظوظ يا حسن، انت كده ممكن تطلع من السهم ده، كده هتسبق كتير. رائع، انا مبسوط جدا. انا كده هسبقكم كلكم، انا اللي هفوز. دي حاجة محبطة قوي، لازم نحاول نسبقه. انا كمان عاوزة اوصل لمربع عربية الشرطة. ده دوري دلوقتي. يا رب رقم 1 عشان اوصل للمربع اللي انا عايزاه. 4. على الأقل هتاخدي وردة. ايوه. 5. انا محتاج رقم 6 عشان اوصل لعربية الشرطة. يا خبر، رقم 4. قدامك فرصة تانية يا حسين. 4. انا جايالك يا انجي. 2. وردة تاني. ده معناه ان حسن هو اسرع واحد، وكمان اكتر واحد عنده ورد. الزهر هو اللي بيحدد ده حظ. 4. طيارة. انا كده قربت اسبق حسن، استنوا عليا بس. 1. ايوه بقى، انا بطيء جدا. 6. للاسف مش عربية شرطة، يا خسارة. 2. اخيرا جاتلي وردة انا كمان. 1. يو بقى، 1 بس. انا كده ممكن اسبقهم كلهم. 2. يا خسارة، كده معناه اني هفوت دور. لما انام بقى هنا شوية. 3. كده عندي وردة. 5. 6. خلاص سبقتك يا حسن. مش معقول، كلكم هتسبقوني ولا ايه؟ اتفضلي خدي بونبوني ميزز. يا خبر، دي طعمها مزز قوي، عاملة زي قشر البرتقال. 5. انا بقيت في الجنينة يا مس لبنى. انت كده قربت قوي من انك تفوز. دلوقتي دور انجي عشان رؤى ملهاش دور المرة دي. 3.
أنا تحت الباب. مربع الطيارة. هنط مربعين. 6. كده لازم تسحبي أمري يا لورا. شيلي أقرب حد من زمايلك على ظهرك وفسحيه. أنا في النهاية أنا اللي فزت. برافو عليك. ليكم كلكم مكافأة، بونبوني ميزيز. لا بقى. بهزر معاكم. حسن فاز بالكاس ده عشان هو الفايز، وكل حد معاه وردة يقدر يبدلها بحلويات. أيوة بقى. أيوة بقى. يا خبر، ده في عاصفة قوية قوي. أيوة، الشجرة بتتحرك جامد. الجرس ضرب. بريك يا ولاد، ممكن تحطوا الورق في المكان اللي هناك ده. حاضر يا مستر محمود. احط الالوان فين؟ الألوان هتتحط في الصندوق اللي هناك ده. أرجوكم استمتعوا بالهواء النقي في حوش المدرسة. ما ينفعش نفضل في الفصل يا مستر محمود، أصل الهوا بره جامد قوي. احنا لازم نشم هوا نقي عشان نعرف نفكر كويس. لكن أنا كده تسريحة شعري ممكن تبوظ. الجو رائع بصراحة، بحب انا الجو ده. ايوه، المشكلة بس اني لابسة خفيف، وانا كمان ما كنتش اعرف ان الجو هيكون برد كده. لو كنت اعرف كنت جبت معايا جاكيت. بصي، العاصفة بتطير ورق الشجر الناشف. هخلص الساندوتش بتاعي بسرعة، وبعد كده نجري ورا ورق الشجر الناشف. اكيد هننبسط. ايوه فعلا، الجري هيخلينا ندفى. يلا بينا معركة الورق الناشف. يلا يا مريم، مستعدة ولا ايه؟ يا خبر، كنت هقع. ممكن نلعب معاكم يا جماعة؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا ممكن. دي لعبة ممتعة قوي. هيثم ويزيد، تحبوا تلعبوا معانا يا ولاد؟ لا للأسف مش هينفع. أنا بنقل الواجب بتاع الحساب بسرعة من هيثم. يا خبر، خلي بالك، مستر محمود جاي. يا خبر، أنا لازم أخبي الواجب بسرعة. خد الجورنال ده، خبي الواجب وراه. ازيك يا مستر محمود؟ ازيك يا مستر محمود؟ هيثم ويزيد، انت بتقرا الجورنال؟ شيء رائع انك تكون مهتم باللي بيحصل في العالم. ايوه طبعا، انا مهتم جدا. كنا هنروح في داهية لكن ربنا ستر. امال ايه؟ انت محظوظ. يا خبر، الورقة بتاعت الواجب اتوسخت خالص. وريني كده. ما هي كويسة اهي. ايوه مش مهم، المهم اني كتبت الواجب. اكيد هيزعقلي على الطينة. العاصفة بقت جامدة قوي. طيب يلا بينا نخش جوه المبنى. ايوه، المكان هنا بقى خطر قوي. خلصت نقل الواجب يا يزيد؟ ايوه خلاص، كل حاجة تمام. بصوا، عربية السوبر ماركت ماشية لوحدها. دي مليانة حاجات. اكيد الهوا هو اللي بيزقها كده. حد يوقف العربية دي، حاجتي جواها. في ست بتجري ورا عربية السوبر ماركت. يا خبر، غصن الشجرة وقع حالا. طيب الحمد لله انك قمت من المكان ده، كان زمان واقع على دماغك ومعورك. ده ربنا ستر والله. يا خبر، ده الهوا جامد قوي. هو هيطيرني ولا ايه؟ الهوا جامد. الله الله، ايه اللي بيحصل ده؟ بصوا على مستر محمود، الهوا هيوقعه خالص. دي كانت عاصفة جامدة قوي. يا ولاد، ادخلوا كلكم جوه مبنى المدرسة، الوضع بقى خطر. العاصفة كانت قوية قوي، وانا كنت فعلا بردانة. كان لازم يدخلنا من بدري. دلوقتي ممكن نتفرج على العاصفة واحنا جوه. السما غيمت قوي، كأننا بالليل. البريك خلص. دلوقتي حصة الرياضيات. الأول هصحح الواجب بتاعكم. النهاردة هبتدي تصحيح من ورا خالص. جنة، الإجابات مظبوطة. تمام قوي، برافو عليكي. أنا متأكد إن مستر محمود هيزعقلي علشان الورقة المطينة دي. يزيد، مين طفى النور؟ أعتقد النور قطع يا ولاد. النور قطع في المدرسة؟
معقول يبقى في المدرسة بس؟ يمكن في شجرة وقعت على المدرسة. عايز ابص. اقعد مكانك يا ابني انت وهو. انا متأكد ان كل حاجة تمام. اي عاصفة قوية ممكن تخلي النور يقطع. الجو ضلمة قوي، دي حاجة تخوف بصراحة. يا رب العاصفة دي تخلص واحنا مروحين. ايوه فعلا، خطر جدا اننا نروح في الجو الصعب ده. انا قادر اشوف على خفيف كده. هكمل تصحيح الواجب بتاعكم. يا خبر. ممتاز يا ابني والله، كل حاجة صح. الحمد لله عدت على خير. عشان النور مقطوع ما شافش بقعة طينة اللي على الورقة. انت حظك حلو قوي النهاردة. الله، النور جه اهو. كده ممكن نكمل حصتنا. الحمد لله، العاصفة هديت خالص. ايوه فعلا، يلا بقى نروح واحنا مطمنين. سلام يا مريم. سلام يا جنة. جنة، أخيرا رجعتي البيت. في حاجة ولا ايه؟ لازم تروحي تبصي بسرعة في الجنينة. هو حصل حاجة؟ تعالي بسرعة. ازيك يا ماما؟ ازيك يا جنة؟ الغدا هيكون جاهز قريب. شكرا. بصي. انتي اللي رميتي ورق الشجر في حمام السباحة؟ ده كده بابا ممكن يزعل منك. مش أنا، ده الهوا هو اللي عمل كده. طيب يلا ننط. يلا بينا. هي هي. ممكن تلعبي معايا بالعروسة يا جنة؟ لا يا رؤى، انا بقرأ كتاب. يو بقى، يا خسارة بجد. أنا هروح أتفسح مع عروستي، هحطها في العربية بتاعتها وبعد كده هغطيها عشان ما تبردش، وكمان هاخد الببرونة معايا، ما هي ممكن تجوع في الطريق. سيد الحبايب يا ضنا يا انت، يا كل املي ومنايا انت. وبعدين بقى يا رؤى، انا مش عارفة اقرأ. ما تلعبي في مكان تاني يا بنتي. انا بس بفسح العروسة بتاعتي. طيب فسحيها في اي مكان بعيد عن اوضتي. حاضر حاضر، هروح مكان تاني. سيد الحبايب يا ضنا يا انت، يا كل املي ومنايا انت. انا لازم اسقي الورد، نسيت خالص اسقيه امبارح. مفيش فايدة، انا مش عارفة اركز خالص. انا عايزة هدوء. انتي لازم تنضفي وتروقي الأوضة بتاعتك يا جنة، وهاتي الهدوم اللي عايزة تتغسل عشان أغسلها. طيب أنا عندي فكرة، أنا هرسم علامات على الباب. إذا كان السهم على الوش اللي بيضحك يبقى ممكن يدخلوا، لو على وش عادي يبقى لازم يسألوني الأول، وش مكشر يبقى محدش يدخل. دلوقتي السهم على الوش المكشر، أنا هعلق ده على الباب. ممكن استلف الوانك الفلوماستر يا جنة؟ لا يا رؤى، هو انتي مش شايفة العلامة؟ ممنوع الدخول دلوقتي. يا خبر، انا ما خدتش بالي خالص من العلامة. يبقى الاحسن اني اطلع تاني دلوقتي. فكرة العلامات دي مش كويسة، انا لازم افكر في حاجة تانية. ايوه جاتلي فكرة، انا هبني حيطة على الباب تسده. هستخدم المكعبات، مش عارفة هيكفوا ولا لا، انا هحاول وخلاص. انت بتعملي ايه يا جنة؟ انا ببني حيطة على الباب عشان محدش يخش عليا الأوضة. ياه، انا كنت لسه هسألك اذا كنت عايزة ترسمي معايا في كتاب التلوين بتاعي، هديكي شوية رسومات منه. ماشي، تقدري تدخلي، وبعد كده ساعديني كويس في اني ابني الحيطة على الباب. حاضر، انا هناولك المكعبات. دلوقتي لازم اقف على الكرسي عشان اطول الحيطة. اخر الحيطة هيكون عالي قوي عليا. ايوه بقى، خلصنا خلاص. عظيم، مش هنرسم بقى ولا ايه؟ ايوه يلا بينا. هو ايه الهدوء الفظيع ده؟ انا مش سامعه لهم صوت خالص. طيب روحي بصي عليهم كده. يا خبر، دول بنوا حيطة بالمكعبات على باب الأوضة. واضح ان هي حيطة متينة جدا. ايوه يا بابا، احنا عملنا الحيطة دي بالمكعبات القوية. بصي يا جنة، تلويني حلو. ايوه فعلا، بصي على تلويني انا بقى، ده جميل خالص. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا ممكن نبني كهف ونقعد فيه. فكرة حلوة، ممكن نستخدم البطانية بتاعتي وكمان نستخدم المخدات. طيب ممكن اجيب العروسة بتاعتي معايا؟ مش عارفة هتعرفي ولا لا. انا هجيبها بسرعة جدا، مش نافع خالص. انت ممكن تاخدي الدبدوب ده. كويس قوي، اكيد الدبدوب هيكون مبسوط عشان هيقعد في الكهف معانا.
الأحسن نوسع الكهف ببطانية تانية. هجيب بطانيتي من الأوضة، لكن الباب مقفول. أيوة صح، نسيت. طيب خلينا زي ما احنا هنا بقى، ممكن نقرا في هدوء. انتي بتحبي الكتاب ده؟ أيوة بقى، أنا جعانة. هجيب حاجة من المطبخ ناكلها. يا خبر، أنا مش هعرف أخرج من الأوضة. أنا عندي علبة شوكولاتة جميلة. أنا بحب الشوكولاتة. ميعاد النوم جه، يلا غيروا هدومكم واغسلوا اسنانكم. حاضر يا ماما، هنعمل كده. احنا مش هنعرف نغير هدومنا ولا هنعرف نغسل أسناننا. أيوة يا رؤى، ما أنا عارفة. أيوة انتي تقصدي نكمل لعب سوا ونسهر. أنا عايزة الحمام، أعمل إيه دلوقتي؟ يلا يا بنات ولا ايه؟ شيلوا الحيطة دي. الموضوع مش سهل كده يا ماما، ده هياخد شوية وقت. أنا مش عارفة أخلع المكعبات، دول اتزنقوا في الباب. يلا بسرعة يا بنات، انتوا لازم تناموا دلوقتي. المكعبات مزنوقة جامد في الباب. احنا لازم نخبطها بحاجة. ممكن بالشاكوش اللعبة. هجرب. مش نافع خالص. أنا محتاجة أروح الحمام قوي يا ماما، مش قادرة استحمل. أنا مش عارفة أشيل المكعبات. طيب هحاول أنا. المكعبات محشورة في الباب. أيوة يا ماما، دي محشورة جامد. أنا لازم أروح الحمام، مش قادرة استحمل. طيب هنادي على بابا بسرعة، من فضلك تعالى بسرعة. ممكن تشيل المكعبات دي يا بابا؟ جنة عايزة تروح الحمام، مش قادرة تمسك نفسها خالص. انتوا ازاي حشرتوا المكعبات بالشكل ده؟ مفيش حل الا اني اعمل زي الافلام الاجنبية واقتحم الباب بكتفي زي البوليس. وسعوا من ورا الباب، انا جاي هو. حاضر يا بابا. تفتكري بابا هيعرف؟ هيلا هوب اي. أيوة بقى، بابا حطم الباب. انت اتعورت يا بابا؟ لا، اصلي وقعت على كراكيب جنة. ما هو عشان كده ما نضفتش الأوضة. شفتي بقى يا ماما؟ طيب برضه هتنضفيها قبل ما تنامي. ماما، ممكن نروح أنا ورؤى حديقة التزلج؟ بس رؤى ما ينفعش تتزلج. أنا عارفة، بس في حاجات تانية ممكن نعملها. هنلعب باركور بالعجل. عايزة أعلم رؤى. ماشي. أنا هاخد العجلة بتاعتي. وانا كمان هاخد العجلة بتاعتي. طيب يا بنات، تقدروا تروحوا، بس لازم تخلي بالك من نفسك كويس يا رؤى، واسمعي كلام جنة. وانتي يا جنة اوعي تسيبي رؤى. حاضر يا ماما، ما تنسيش الخوذة بتاعتك يا رؤى. هي فين خوذتي؟ الخوذة بتاعتك اهي يا رؤى، استمتعوا بوقتكم. شكرا يا ماما، سلام. شكرا يا ماما، سلام. ازيكم؟ ازيك يا هيثم؟ جون كمان موجود. ازيكم؟ هتلعبوا معانا ولا ايه؟ أيوة، أنا كنت عايزة أعمل لعبة باركور بالعجل. رائع جدا، هشارك معاكم. وانا كمان. بصي يا جنة، المعيز لطيفة قوي، انا عايزة ااكلهم. في اعشاب هنا، ممكن ياكلوها. احنا مش هنلعب باركور ولا ايه؟ ايوه هنلعب، بس بعد ما ااكل المعيز. دلوقتي هنبني الباركور. هنبني معاكم. ماشي، كويس قوي يا جماعة. احنا ممكن نلف حوالين الإقماع دي، وكمان نتوازن على الالواح. الأول لازم نفكك القطع اللي هنركبها، كده ممكن نحط كل حاجة بشكل مظبوط. أنا هحط الإقماع هنا، لكن ده هيكون عالي قوي على رؤى. أنا هشيل لوح من فوق هنا، برضو هيكون صعب مش سهل. كده كويس قوي. أنا هجرب أنا أول واحدة. أيوة بقى. الأول هعدي من الإقماع، بعدين هنا من على السلم العالي، وبعدين من هنا، ودلوقتي فوق اللوح الخشب. يا خبر، ده صعب قوي، اللوح بيتعوج. يا خبر، أنا كنت هقع. دورنا بقى. يا خبر، انت وقعت آخر قمع. ايوه بقى يا جماعة. دلوقتي على السلم. الحمد لله ان السلم مش عالي قوي يعني، بس لازم تخلي بالك كويس. السواقة فوق اللوح ده صعب قوي. يا خبر، انا وقعت. اتعورت ولا حاجة؟ لا الحمد لله، كل حاجة تمام خالص. رائع، اخيرا بلعب مع الاطفال الكبيرة. يا خبر، انا كمان وقعت، اللوح ده صعب قوي.
أصعب مما تخيلت. انا جاية اهو. وسعوا بقى يا جماعة. اللوح الخشب كان سهل عليا قوي. أيوة طبعا سهل عليكي، عشان العجلة بتاعتك بسندات، كمان تقدري تسندي برجلك. انا عايزة ااكل المعيز تاني. ايه مالهم؟ مش عايزين ياكلوا مني ليه؟ انا زهقت منهم بجد. طيب يلا يلا يا جماعة، هنبني ميزان خشب بالحتت الباقية. فكرة كويسة، مش هتكون صعبة زي لوح الخشب. أيوة كمان اللوح أوسع. انا اول واحدة هجربها. ماشي، رائع بجد. دلوقتي دوري. ودلوقتي دوري أنا. الآيس كريم بتاعي. معلش بقى. هي ايه الفوضى دي؟ يا خبر، يا خبر، حد يعرف الولد ده؟ ده الواد سامح جاري، ده معانا في المدرسة على فكرة. حاسس انه احسن واحد في الدنيا، ودايما بيعمل مشاكل. يزيد مؤدب جنبه. انت يا كابتن، انت بتهد الباركور بتاعنا. باركور؟ دي لعب أطفال صغيرين. أنا بسوق العجلة بتاعتي وأنا سايب إيديا خالص، وكمان باكل الشيبسي وأنا سايق. انت بتكذب على فكرة، ما يصحش كده. بكذب؟ طيب هو فين كيس الشيبسي بتاعي؟ اهو يا واد يا سامح. انت بتسرق كيس الشيبسي بتاعي يا طفل، يومك مش هيعدي. لا يا عم، انا مش بحب الشيبسي اصلا. انا هوريكم دلوقتي ازاي العجل المفروض يتساق. بس لازم تلبس الخوذة. الخوذة دي للعيال النونو، خلوا بالكم من الحركة الجاية دي. هنط نطة رائعة هسميها قفزة سامح الجبار. يا خبر، ايه ده؟ اي، ما انا قلتله يلبس الخوذة. ابعدي عني يا مازن انت وهي، سيبوا الشيبسي بتاعي. يو بقى، سامح اتكسف وهيمشي. ليه كده يا سامح؟ ما تخليك شوية يا سموحة. إذا عجبتكم الحلقة اضغطوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا عشان تشوفوا كل الحلقات الجديدة. سلام. جنة، رؤى، عبير، عمر.